والدة مبابي وتسريب عقد الهلال. رسميا فيراتي يقترب من الهلال. شرط الهلال للموافقة على بيع كاريلو إلى الشباب. مالكوم يزلزل الميركاتو العالمي ويقرب الهلال من رقم أرسنال القياسي. قنوات الهلال أو الأهلي طرابلس. فتح بشكل مبدئي النجم الفرنسي كليليان امبابي مهاجم باريس سان جيرمان باب المفاوضات مع إدارة الهلال للانتقال لصفوفه بداية من الموسم المقبل في ظل نهاية علاقاته مع النادي الباريسي. أبدى باريس سان جيرمان موافقة كبيرة على انتقال مبابي للهلال هذا الصيف للفوز بأكبر عائد مالي قبل الرحيل مجانا في نهاية عقده في صيف 2024. وكانت بعض التقارير قد تناولت في الساعات الماضية رفض مبابي الانتقال إلى الهلال، بينما عائلته وخاصة والدته فايزة العماري وافقت بشكل مطلق على عرض الزعيم. يرغب باريس سان جيرمان في الحصول على مبلغ مالي لا يقل عن 300 مليون يورو نظير بيع مبابي هذا الصيف للهلال، خاصة مع عدم نية ريال مدريد دفع أي أموال لضمه حاليا. هذا وكشفت صحيفة تاس الإسبانية أن كيليان مبابي وافق بشكل مبدئي على عرض الهلال المقدم له بقيمة 700 مليون يورو، تشمل أيضا قيمة الانتقال من باريس سان جيرمان. مبابي هلالي بنسبة 100%، 5 أسباب تحسم الصفقة الأكبر في التاريخ. قدم الهلال بحسب الصحيفة الإسبانية عرض بقيمة 400 مليون يورو للتعاقد مع مبابي هذا الصيف كراتب سنوي للاعب بعقد يمتد لموسمين وليس موسم واحد. في المقابل يرفض مبابي الانتقال إلى الهلال لمدة موسمين، حيث يرغب في الحصول على مبلغ 400 مليون يورو وفقا لعقد يمتد لموسم واحد فقط حتى صيف 2024. تجرى المفاوضات حاليا بين إدارة الهلال ووالدة مبابي بشأن مدة العقد، خاصة الزعيم يصر على إبرام تعاقد لعامين وليس عام واحد فقط. تجرى المفاوضات حاليا بكل قوة بين الهلال وعائلة مبابي، وستوقيع بانتهاؤها خلال الأيام المقبلة، خاصة مع رغبة باريس من مغادرة اللاعب والانتقال لفريقه الجديد قبل بداية أغسطس المقبل. ذكرت تقارير عن اقتراب فريق الهلال السعودي من حسم صفقة ضم ماراكو فيراتي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف. ينافس أكثر من نادي الهلال السعودي على ضم النجم الإيطالي، حيث يرغب كل من ليفربول وأتلتيكو مدريد في التعاقد مع اللاعب. وفقا للصحفي رومانو، فإن عرض الهلال السعودي لضم فيراتي مدته 3 سنوات، وسيتم الاتفاق على باقي التفاصيل خلال الساعات القليلة القادمة. وكشفت تقارير صحفية مؤخرا أن باريس سان جيرمان حدد مبلغ 60 مليون يورو لرحيل فيراتي هذا الصيف. اقترب نادي الشباب من الإعلان الرسمي على حسم صفقة أجنبية جديدة خلال الميركاتو الصيفي من صفوف نادي الهلال. وكان الشباب قد نجح في الحصول على خدمات الكولومبي جوستافو كويلار لاعب وسط الهلال، وذلك بعد موافقة الزعيم على رحيل اللاعب بعد التعاقد مع الثنائي نيفيس وسافيتش. إدارة الهلال والشباب اتفقا على انتقال البيروفي أندري كاريلو لصفوف اليوث ويلحق بزميله الكولومبي جوستافو كويلار. أكد الإعلامي الرياضي سيف الرخيص أن الهلال اشترط على الشباب ضم حسان تنبكتي من أجل الموافقة على بيع البيروفي أندري كاريلو إلى اليوث. هذا وكتب الرخيص على حسابه الشخصي بتويتر أن إدارة الهلال ستوافق على بيع عقد نجم كاريلو للشباب في حال وافق الشباب أن تكون صفقة تبادلية مع المدافع الدولي حسان تنبكتي. ويحاول الاتحاد ضم تمدكتي بسبب إصابة المدافع المصري أحمد حجازي بالرباط الصليبي وغيابه عن الموسم المقبل، في حين رفضت إدارة الشباب رحيله إلى العميد. وشارك كاريلو في معسكر نادي الهلال الخارجي في النمسا، وشارك في المباريات الودية تحت الإدارة الفنية للمدرب البرتغالي خورخي خيسيوس. تذاع مباراة الهلال وأهلي طرابلس على قنوات SSC 1HD، SSC 5HD، SSC HD وإكسترا، بالإضافة إلى باقة الرياضة على تطبيق شاهد وجهاز GOBX. طالع أيضا تقارير مبابي يوجه صفعة لوفد الهلال السعودي في باريس. ترددات قنوات SSC الناقل لمباريات البطولة العربية: التردد 11747، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 23، الاستقطاب عمودي، معلقي مباراة الهلال السعودي والأهلي الليبي. أعلنت شبكة قنوات SSC عن إسناد مهمة تعليق المباراة للمعلقين بلال علام وأحمد نفيسة لوصف ونقل أحداث اللقاء. أعلنت شركة الرياضية السعودية SSC عن امتلاك حقوق البث الحصري لمباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 التي تقام
خلال الفترة بين 27 يوليو تموز وحتى 12 أغسطس آب في 3 مدن سعودية، وهي الطائف، أبها، الباحة. تبث مباريات البطولة العربية عبر قنوات اس اس سي حصريا على باقة الرياضة من شاهد وجهاز جي او بي اكس. وفيما يخصص استديو تحليل كل مباراة مع عدد من نجوم التحليل الرياضي، وهم نور صبري العراق، أحمد عفيفي مصر، طلال البلوشي قطر، عادل الإسلامي تونس، عبد الملك زيايا الجزائر، سلطان اللحياني السعودية، بدر الحقباني السعودية، محيسن الجمعان السعودية، مناف أبو شقير السعودية، عايد مبخوت الإمارات، حسين حاكم الكويت. وتشهد البطولة تواجد مجموعة من أبرز المعلقين، من بينهم فهد العتيبي السعودية، بلال علام مصر، رؤوف خليف تونس. من المقرر أن يتم بث برنامج يومي من مدينة أبها لتسليط الضوء على أبرز مجريات البطولة وأحداثها. ويشارك في البطولة العربية 16 ناديا، وهما الاتحاد، الشباب، النصر، الهلال، الوداد المغربي، الزمالك المصري، الاتحاد المنستيري التونسي، الرجاء المغربي، أهلي طرابلس الليبي، السد القطري، الصفاقسي والتونسي، الكويت الكويتي، الوحدة الإماراتي، شباب بلزوداد الجزائري، الشرطة العراقي، الترجي التونسي. أكد الدولي الليبي محمد نشنوش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي طرابلس أن مجموعة الفريق في البطولة العربية ليست سهلة، وتضم العديد من الفرق القوية على رأسها الهلال. ويستعد الهلال لملاقاة أهلي طرابلس الليبي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة في 8 مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023. وقال نشنوش خلال تصريحات لقنوات الكأس الفضائية: الهلال من أقوى الأندية العربية في الوقت الحالي، ولكن الأهلي سيسعى لتقديم صورة مشرفة للكرة الليبية في البطولة العربية. ذكرت تقارير عن اقتراب فريق الهلال السعودي من حسم صفقة ضم ماراكو فيراتي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف. ينافس أكثر من نادي الهلال السعودي على ضم النجم الإيطالي، حيث يرغب كل من ليفربول وأتلتيكو مدريد في التعاقد مع اللاعب. وفقا للصحفي رومانو، فإن عرض الهلال السعودي لضم فيراتي مدته 3 سنوات، وسيتم الاتفاق على باقي التفاصيل خلال الساعات القليلة القادمة. وكشفت تقارير صحفية مؤخرا أن باريس سان جيرمان حدد مبلغ 60 مليون يورو لرحيل فيراتي هذا الصيف. اقترب نادي الشباب من الإعلان الرسمي على حسم صفقة أجنبية جديدة خلال الميركاتو الصيفي من صفوف نادي الهلال. وكان الشباب قد نجح في الحصول على خدمات الكولومبي جوستافو كويلار لاعب وسط الهلال، وذلك بعد موافقة الزعيم على رحيل اللاعب بعد التعاقد مع الثنائي نيفيس وسافيتش. إدارة الهلال والشباب اتفقا على انتقال البيروفي أندري كاريلو لصفوف اليوث ويلحق بزميله الكولومبي جوستافو كويلار. أكد الإعلامي الرياضي سيف الرخيص أن الهلال اشترط على الشباب ضم حسان تنبكتي من أجل الموافقة على بيع البيروفي أندري كاريلو إلى اليوث. هذا. وكتب الرخيص على حسابه الشخصي بتويتر أن